بيان إلى الرأي العام عبر التاريخ الطويل: قتلا ودمارا وتشردا ونزوح وزرع الخيانة في نفوس الضعفاء في كل المناطق التي تسعى للحرية والاستغلال. وهذا ما حصل مع الرفيق هارون عندما لجأ إلى ناحية هزخ شمال كردستان، وهم يتكلمون اللغة الأم وهم من أبناء جلدته، وبدلا من تقديم المساعدة له قاموا بالقبض عليه كالذئاب المتوحشة وتسليمه إلى سلطات دولة الاحتلال التركي واعتقاله بطريقة لا إنسانية. هارون من الغريلا كان يحمي أهله وشعبه وناضل وقاتل لنيل حرية الشعوب، لكن يد الغدر والخيانة ومن أبناء جلدته كانت كفيلة لاعتقاله ليصبح هارون رمز من رموز النضال والصمود. ونحن بدورنا كمجلس عوائل الشهداء في الطبقة ندين ونستنكر هذا العمل الجبان الذي أدى إلى اعتقال الرفيق هارون، ونطالب من يدعون أنفسهم بالمنظمات الحقوقية والإنسانية بالإفراج الفوري عن الرفيق هارون، كما أننا ندعو أبناء شعبنا ليكونوا يقظين لهؤلاء الخونة، وندعوهم أيضا للتعاون والتكاتف من أجل حماية مكتسبات ثورة شعبنا. نعاهدك أيها الرفيق هارون بالسير على خطاك وتحقيق الحرية التي وهبت حياتك لها، الحرية لجميع أسرانا، والحرية لرفيق هارون، الخزي والعار للخونة والعملاء. الطبقة 8/4/2023.